عادوا كعادتهن من العمل الشاق في إحدى الضيعات الفلاحية، وأملهم مشاركة مائدة الإفطار مع عائلاتهم. لكن الأقدار شاءت أن يخطفهم الموت وهم على حافة الطريق. حادث خلف 11 حالة وفاة، وكل أم ستترك فلذة أكبادها على مرارة اليتم. ذنبها فقط أنها تعيش في وطن لا يرحم، فكان من المفترض أن تكون بمنزلها لتحضير مائدة الفطور، لكن قسوة الواقع أجبرتها على الخروج من أجل الحصول على دراهم لا تغني ولا تسمن من جوع، خصوصا على وقع الأسعار الذي نعيشها. 11 وفاة و12 جريح، حالتهم متفاوتة الخطورة بعد فقدان السائق السيطرة على مركبته واصطدامه بشجرة بالبراشوة ضواحي الخميسات. كانت فعلا فاجعة مأساوية يوم أمس الأربعاء 29/3/2023، وحضور كثيف للسلطات ورجال الأمن وعامل عملة الرباط سلا القنيطرة. كنطلبوا الصبر بلا قدر لعائلة الضحايا، هاد 11 ضحية اللي مشاو مساكن في هذا الحادث، منهم 9 ديال العيالات وجوج رجال، منهم الشيفور ودري مسكين عنده 22 سنة مشات هو يعاون والديه يخدم في الضيعات باش يجيب مصاريف. الله يرحمهم والله يصبر، سيرتو الله يصبر وليداتهم، خلى وليداتهم كيسينوهم ماشي سهله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق أهلهم الصبر والسلوان، وجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين.